ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. وحشتوني. النهارده هنعمل لحمه ان شاء الله باذن الله، مع سبانخ مع رز. حطيت الميه غليت وسقطت فيها زي ما انتوا شايفين دلوقتي اللحمه. طبعا ما تقلقوش من الرغاوي دي هنشيلها، وهنحط طماطمايه، بصلايه، ورق لورا، فصين حبهان، وحته قرفه صغيره. والسر النهارده ان شاء الله باذن الله هقوله اللي بيخلي اللحمه تستوي بسرعه: نوى البلح. ونوى البلح ده اللي هو البذره اللي بتبقى جوه في البلحه. انا باخدها وبشيلها، وانشفها وبحطها على اللحمه زي ما حضرتك شايفين اهي. دي نوى البلح، بحطها على اللحمه لاي حاجه مش بتتسلق بسرعه، للكوارع، اي حاجه بتبقى مفيده. هنشيل الرغاوي ونسيبها، نغطيها ونسيبها تستوي نص سلقة. وده شكلها بعد ما اتسلقت. شكلها جميل ومغري. عملتها نص سلقة عشان احطها في التقلية. وحطيت حلة فيها بصل متقطع ومعلقة سمنة عشان السبانخ. ونسيبها لغاية لما تتحمر. وبعد ما تتحمر هنكون مخزنين صلصة بنطلعها تسيح، ونروح حاطين عليه زي ما حضرتك شايفين البصلة اتحمرت كده. هنحط الصلصة دي انا كنت خزنتها قبل كده قدامكم وشايلاها. ليه؟ لان الطماطم دلوقتي بقت ب25 جنيه فغالية. وده شكلها بعد ما اتحمرت. حطينا الصلصة، هي ما كانتش ساحت قوي، فهنحط الصلصة زي ما حضرتك شايفين كده. وهنحط لها البهارات بتاعتها والملح ونسيبها تتسبك. بنكون طبعا في سبانخ اللي انا خزنتها دي شكلها بعد ما اتسبكت. السبانخ اللي انا خزنتها امبارح هطلعها على طول احطها على التقلية زي ما حضرتك شايفين كده. طبعا نسيت اجيب خضرة واحطها معاها وهي بتتخزن، فجبت خضرة وقطعتها وهحطها يعني زي ما حضرتك شايفين كده. وهقلبها تقليبة يعني تاخد طعم الصلصة. واحط لها شوربة واحط اللحمة عشان تاخد من الطعم وتستوي بقى تستوي معاها. نحط الشوربة زي ما حضرتك شايفين كده. المقدار ان هي يخليها تستوي بحيث ان هي ما تنشفش من الصلصة بتاعتها. زي ما حضرتك شايفين كده حطينا الشوربة. ماشي، هنقلب تقليبة ونحط لها اللحمة. هي طبعا هي هتفك يا دوبك 5 أو 10 دقايق بالظبط، هتلاقيها فكت في الشوربة. عايزة اقول لكم ان طعمها جميل، ريحتها جايبة لاخر الشارع. بصراحة انا بحبها لانها كمان فيها حديد ومفيدة للجسم. اي حاجة الصراحة الاكل مفيدة، واحمد ربنا على اي لقمة بنعملها. ودي اللحمة هنحطها زي ما حضرتك شايفين كده. ونغطي عليها ونسيبها تستوي. هنعمل جنبها حبة رز بشعرية وهنقدمها جنبها شوربة. دي أكلة متكاملة جميلة بصراحة، الأولاد بيحبوها عندي. وده يا حبايب قلبي الشكل النهائي بتاعها. يا رب أكون ضيفة خفيفة عليكم وأكون عند حسن ظنكم. وإن شاء الله ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة عشان يوصلكم كل جديد.